بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 29 في الدروس بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني. تاريخ بوسعة الخميس 16 شوال 1429 للهجرة، الموافق ل 16 أكتوبر 2008. مثلا نتبع كان المنهجية يقلان في كتاب بلوغ المرام مادام وساني كان يساعد عيد الفطر المبارك. نخدم مساقي باب صلاة العيدين، وكنت نسمي كثير بلي نخدم الإشارة من نهضر في السنن المؤكدة في الدرس النية عدان. السنن المؤكدة نهضرت في الفرائض، من بعد السنن المؤكدة نهضرت في الوتر. صلاة الوتر هي سنة مؤكدة. نهضرت في صلاة العيدين، يعني عيد الفطر، العيد ثم صيام ثم شطوخ العيد يوسن بعد شهر الصيام، أو عيد الأضحى، يعني العيد ثم قرانت عيد الأضحية، عيد الأضحى. نفكاد شيران تفاصيل خاصة يمد النفسلاي كنت سميتها كان باللي مارد نجمع صلاة العيد أكد العيد أكد الجمعة نناد لن العوام عند أدغلي ظلثن العيد تقوس الجمعة نغد الظاهرة يجي لا وندا لا تشوي المشاكل ذكرى لن تثرين ذكرى الجوامع أتفض إلى وندا أظل صلاة العيد، ولكن صلاة الجمعة وظل نراياكو كنت سمي كثير سلباباكي اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. يمكن شرحين بالتفصيل يدرسني عدان. الناد يرخص لمن حضر، تقد الرخصة ستون فافور وين حضر صلاة العيد يرخص له ترك الجمعة لمن كان مسكنه بعيدا، هكذا قال الفقهاء. يعني وين يستغل يفعل نبيد أول يعني في سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذي غسل العيد إناد ذي الخطبة ينس أدغر شو دينا عثمان بن عفان إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني نجمع في اللون السين لا يذذ. أشو يقصد؟ طبعا عيد صلاة العيد أو يوم الجمعة اللي هو أيضا عيد المسلمين الأسبوعي. فقد رحمة ربي سبحانه عز وجل كل تصلي الجمعة كل جمعة أمكن ذي العيد النغ، يعني صلاة ذي العيد جنس المن إناد فمن أحب من أهلي وكذي بعضهم أن ينتظر وين يفغان، يعني رتغلف غيس ماشي أوبليجي، يعني مادام إلى صلاة العيد إذا صلاة العيد من بعد يروحوا إلى صلاة الجمعة، لا، الأمر مرخص. إنك فمن أحب أن ينتظر الجمعة فلينتظرها. وين يبغى تسيرجو يهضر إيوكاذي ذاذن. ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. أولا كين الخطبة كي تساد ديال الموطأ الإمام مالك ذي الحديث ويسميه 79. سئل أحد الصحابة اسمه زيد بن أرقم وكذا صحابي جليل، سئل ننس أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ هل ترى تحضر ذي الوقت في صلى الله عليه وسلم عند ديوسا العيد ذقوس الجمعة اجتمع في يوم واحد؟ قال نعم. إناس نعم حضر. إناس فكيف صنع؟ يعني كانوا يسألون عن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ذا شو يخدم أسني ذا شو سنينا؟ قال هذا الصحابي الجليل صلى العيد زوصة العيد ثم رخص في الجمعة، يزول صلاة العيد ومن بعد يخدم الرخصة الجمعة. فقال أشو سنينا؟ من شاء أن يصلي فليصلي. أوين يبغى يدير الجمعة أتيرجو وين يبغى أتيرجو ترجو الحديث اللي صحة يصوضيه الإمام الحاكم والإمام أبو داود. ذا شو لا كونكليزيون لا سنتز السفا
وقاذ يعتمد في الحديث الني لعثمان بن عفان الرخصة يفكسي وقاذ يبعدن، وقاذ يعتمد في الحديث أجين زايد الرخصة للجميع، لا فافوراكي للجميع أكن ما لن يمذانا. لذلك العلماء نند أوري لقارا أن ذي الجامع أني نعطل صلاة الجمعة. يعني مثلا إذا كان الصلاة كان مسفهم أجمعة الخير أنصال تصلي العيد من بعد أن نروح ونتزال صلاة الجمعة، فقولي لقارا نعطل صلاة الفرض، ولكن الرخصة فردية وليست جماعية. لا فافوراكي رخصة فردية التفضيون يفعل يسالح قوري صلاة الجمعة ويض يسعى بروغرام بروح هادي غافري مولاني سنغلا عمومي سيفعذن ذي ريمانيس ذي الحرج. ربي ند وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقد ناوي ذا النصوص وياه. والفقهاء نند الحرج مرفوع وتسراري منيش ذي الطيق الشرع يسوسايت في الله شيني كفرض ذي الشيك ساعن البروغرامينيك ساعد البرنامجينيك روح هاد غافراض ما تبعض وتسوى على صلاة الجمعة أكي عين ربي، ولكن لا نعطل صلاة الجمعة. سيتادير ماشي نقيم ذاكي لكن ما لا غادي نجمع أنزل ثازل الظهور ونكون قلقنا لا النصابي لا نورمال ونتزالر ثازل الجمعة نكون لا قلق في الجماعة لا غتصيثنا أنزل صلاة الجمعة. ماذا الأفراد كل يوم على حسب كان يفغ في الناس. الحديث ذي حديث عثمان من أراد وين يبغى، وماذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من شاء كيف يعني وين يبغى. هذا فقيت مثلا نهضر يا سيدي، ولكن أكون سمكتير ذا الناد يونفث صلاة العيد مع الإمام. ذا شو مشى يخدم يكشمت كان يفاد فصلت العيد فوق يا اخي الزرام ديال العيد انزل قبل ركعتي العيد من بعد الشيخ هذه غير الخطبتين، ولكن ديك الشمن يفاد الشيخ ديال الخطبتين كفى صلاه العيد ذا شي راه يخدم طوري تزال راه هذه الزال اتيزال، ولكن اتيزال وحدس يكشم دار الجماعه تيزال وحدس ما إلا وقاذ يعني ونزميرات نصغر الجامع الزمرات تظل دوك خامسن يون أماكن يجوز باش أتصل الجماعة من غير خطبة. يعني الخطبة تنقي السنة داخل الجامع كان في صلاة الجماعة وراء الإمام، ولكن دوك خمسة ساعات مثني سي ساعة العموم يسملان ديالك الزمرن أظلن ثظليت العيد صلاة الجماعة يون سنة قدما هذه الصال جهرا ذوك خامسن عادي. ثلاث مثلا أذفذو باب صلاة العيدين ثم زواروث أيغر يسمى العيد. لماذا يسمى العيد؟ كلمة العيد سمانس العيد أخطر يتكرر كل عام تسوغالد سين العيد ثم مزيان ثم شطوح ثم العيد ثم قران صلاة يعني عيد الأضحى المبارك. العيد تسوغالن رمضان تسوغالن كوني كان ذي الشك يا هكا اكيد السلام الدرس الشيخ اكيد تظل نغار رمضان ديوغال ناس كوا سيفوك ديوغال قافل ديوغال وافل هذه سوغالك الا مثلا يردونيث، ولكن نكوني ما دنوغال ماني اللي نوجد الله اعلم. ثقي تمزوروث، ولكن ذا صلاه العيد العيد سمي بالعيد اولا لانه يعود هذه السؤال، حاجه ثانيه لانه مرتبط بالعبادات الذي الصليث وحاجه نظن انه العيد يوم فرح وحبور، لذلك يكره زياره المقابر في يوم العيد، وان كان بعض الناس عن واحد العاده سيئه العيد هذه تمكل غشيس مغارين ندخل من اونغرو رحنا اتزورن احيانا نروح نغافر الميتين. فكذا العاده ماشي ذي العباده والسار العلاقه
غير الدين أسني يوم العيد يوم الفرحة إلى أذان الفرح. نأكل المباحات خاصة في عيد الفطر أسيدي بابا، وكذلك أيضا في عيد الأضحى. ولكن من السنة العبد يبدو بالإفطار الصباح بما يستطيع، خاطر الشهر يعدى الصيام قبل الإفطار ماشي صلاة عيد الأضحى. هذا يثور بعض الأحاديث كما هي مرتبة أكن دوسانت في كتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. الحديث مزوارو حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ثناد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، يعني العيد الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، يعني يوم الأضحية ذبح الأضحية. الحديث هكي يصحى يصوضيه الإمام الترمذي ذاكي باش غادي يوكد النبي صلى الله عليه وسلم نسعى سين لا يذاث العيد ثمزيان توم اسمي عيد الفطر أسن يفطر الناس زرم. على كل حال الصيام ذي العيدين لا يجوز. نظام أقول رمضان أزكاين أنفذو أسنغ الفطر وثنفدار الصيام أثنفذو الفطر بما تيسر. بعد نقول الأحاديث عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر بتمرات 6 تمر، يعني وترا، إما يوث إما 3 إما 5 إما 7 إما 9 كل يوم على حساب الشهية نس شهية طيبة. وإلى عيد الأضحى المبارك يوم يضحي الناس أسني الخذمة يفغى ربي أكثر يحمد ربي أكثر في عيد الأضحى، يعني ذي الأضحية ما ينزلوا يعني الأضحية ينزل. دا كذا فتح القوس ذا العيد اللي عندنا خاصة عيد الأضحى المبارك. سوف نذكر ولكني بعض المسيحيين في مورثنا قارن كذا وكذا ينسل مناقي يحمل كان يذمان اسيدي بافا نزلوني خرفيا نزلوني خرارا ذكواس العيد النسان الى اخره. الور خدمت تشويش في مذانا، خدمت تشويش في مذانا لا نشارك مذان وغناس نوال اش قال سولتو ما شدت الازمه الاقتصاديه لا كريز ايكونوميك وكذا لاز الميزيريان اثنين شغل خدم لللوكس أزلون العيوذات أزلون خرفيين والغاشي اللوزن وكذا، لأنه قاعد يعني يقسعن الدين نسن رقيق، الإيمان سن يضعف الدين سن رقيق وغنى سنوال. ولكن في كذا قيث مثلا الشعائر النغل كوني دين سلمان أنا خدمة كان يغدي يوصل في صلى الله عليه وسلم كان يغدي يوصل سيدنا إبراهيم الخليل. طيب سيدي يقيم داغي بوكور سقرديش انت يمذانا من كل العيوذ خاصة عيد يعني ثمشطوح اللي هو أهل طارا غنوزوم كنت وزوم نفطر من السعودية خمسة العيد من الاثنين كل يوم على حساب كني ولا غنفذو في الحسابات وكاع على كل حال ذو كور من كل سكواشي تسوغالد السيرين أنا رفض ثغر نغي مضبرا خاطر ذي مضبرا نكفوس نسنيت لا في كوالد السياسة يخرفنا كل شغالين صافضية الرايس نغيوث الدولة تبغى تخالف السعودية إذ يا رب بدي يومين الفرق ما يهموش، المهم أذي خالف السعودية قال السعودية تعقد نكون تعقد ذا نعقد قبل السعودية الأمور سياسية للأسف الشديد يشبه ربي. لكن دينا الشيخ البشير الإبراهيمي الفلسي عفو ربي يهضر في التفرق في الدين إنك التفرق كله مذموم ولكن مذموم أكثر إذا كان في الدين. لو كانت سيدي النية خالصة هذه من العلماء يمسنون ياكل جنسل من مرة أكذ العلماء وياض علماء الفلك ذاك يزمر مديني ما شو نعم نكون المعول عليه في ثبوت الصيام من الإفطار هو الرؤية الشرعية. ثقيفان صوموا لفطرته وصوموا لرؤيته وأفطروا لفطرته، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا باش نبغي التفاصيل ثقيث مثل ثفان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. ولكن لا حرج أن يستأنس علماء الشريعة بعلماء الفلك باعتبارهم خبراء ذي الخبراء ذي ليزيكسبير يا جماعة الخير. هكا ربي القرآن الكريم يدينا فاسأل به خبيرا
يهضرت في لي زيكسبير في الخبراء أهل العلم يمدينا ذا ربي سبحانه ولا ينبئك مثل خبير، ذاك الخبير في الشريعة والخبير أيضا في علم الفلك. وذا ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل أهل الذكر أهل التخصص لي سبيسياليست، أهل الذكر معناه أهل الشأن، أما ذي الشريعة ما ذي الفلك ما ملني مسنون أتسلي ثفراث أذي لي الرأي قرسن، ولكن ما إلا مسنون وغال ذي الطرف أدش من رجال السياسة رجال القرار إلى آخره يتسيلي شوية بخرف خرفن يعني يمثانا لن يمثانا سكواسا وزامن وساني مزورة سورتو اليوم الأول ذي ليبيا بعد يكش من الجزائر إلى قضوا زمن 31 يوم أرو زمن. على كل حال تجي إثارة فقط الموضوع وكذلك الملاحظة. طيب عند أثير الزاليث زر ما يتمثل صلاة العيدين الأفضل أن تصلى في العراء ذي برا خارج المسجد ماشي داخل المسجد، ذي العراء برا الجامع، حتى في المدينة المنورة. الاستثناء سوى في مكة هذا يوذا ثقي خاصة في الظروف العادية ما عاش ينسلمن ظروف عادية تحته خط. الأفضل ماشي الواجب خاطئ، الأفضل أتسلي صلاة العيدين برا الجامع ذي برا ذي الخلاكة ذي برا ذي الاستاد قم كان يعني يوسعون الساحة عمومية ذي الصحراء ويسكن الصحراء إلى آخره، حتى ولو في المدينة المنورة ماشي داخل المسجد النبوي برا في ساحة الحرم ذي برا. ولكن الاستثناء في مكة المكرمة تصلى الأفضل في المسجد الحرام، الأفضل تصلى صلاة العيدين في المسجد الحرام، يعني في المسجد الحرام هذا الكعبة الشريفة. طيب إما إلى ديون توري يمكن نصلي داخل الجوامع طبعا يجوز، هذا مكان تجوز هذا باش تنسين كم ناحيه معناها زكا في يوم من الايام ما الا الشيخين بدنا نروح نصالف في برا باش الانسان ما يتفاجاش. صلاه العيدين تجوز، ابراز العلماء ابراز لشعيره العيدين وابراز لفرحه المسلمين واجتماع المسلمين الى اخره. وخاطر صلاه العيدين كذا غتحضرني ياك تحضرنا ما ذراشي مشطاحه ما تيراشين حتى المراهقات الشابات حتى المراه النساء الحيض النساء اللي عند الحيض يسعى العاده الشهريه دفرنت ماشي باش الزلال المراه الحائض، ولكن تسمع الخطبتين تسمع الموعظه تسمع القران الكريم تعيش هذاك جو العيد يعني خارج البيت. الحديث وايض عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر يعني لا يخرج وليتفغالها حتى ياكل تمرات هذه يعني تمر وياكلهن وترا. حديث الصحة يصلي هذا الإمام البخاري يناد أنس يناد النبي صلى الله عليه وسلم وريث فغار يوم الفطرة في الظليث العيد العيدة مشطوح العيدة مزيان وريث فغار ألما يتشات السمر أبري وكذد يناد ويأكلهن وترا أذي السمر خاطر إلا ديجا يوزام قول رمضان أسنا مزور العيد أذي فذو أسيس الفطر ذا الشهر يفطر أذيج تمرات ذا تسمر ماشي معناه الباقي المكاثر ذو الجزارة خاطئ. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبه ما إلا يساعد تسمر يجري فاسنيس تسمرنين الفطورين رمضان مازال يجري فاسنيس أذيج تسمر باش ينال أجر السنة وهذا مستحب. ولكن حديثنا ويأكلهن وترى معناه إما يوث إما 3 إما 5 إما 7 إما 9 إلى آخره. الحديث وايض يند فرادى ما نجمع الحديثين استحباب أثنتي يوث خاطر أكنين فعنت وثاني السنة هكا ما تتصرف عن سمرة كنا ثقير أفتكلت مفهوم. سبحان الله السنة من العلماء ساكن بهند علماء الطب خاصة
النند أكني تفضل المادة أكني تسعى الفايدة إلى آخر تفضل ثغمسيك ولا الماديك ولا إلى آخره كلها داخلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ذا الحديث وايض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم الميتة، تأكيد الحديث كما زوارو، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ولكن ذي العيد ثم قرات عيد الأضحى ذاكي وريث تسارى ألما يغالد، يعني ألما يزول صلاة العيد حتى يصلي. الحديث كي الصحة يستفغيه الإمام أحمد والإمام الترمذي. إلى الحديث وايض على كل حال قبل الحديث وايض ونو فرات سمر هذه شيء نظم، ولكن هذا العلماء ذبك داين يعني زيضن حلوان كيثور نساء زلابيه وتيسينار على كل حال ابن حجر باش يظهر في الناس سيدي مبافا يعني اين زيضن علماء الطب نند يعني وحتى ذي الفطر ثم ديث يعني ما لا يفطر بنادم هذه زوير استمر نغس وين زيضن خاطر اين زيضن كني هذه يروح مباشره الى الدم يرفع يعني درجه السكر الني، وكذلك ينعش كما قال احد العلماء انه ينعش الجسم وينشطه يعني يكون ناشط. الى ذا الحديث هو ايضا ايها الاخوه الكرام حديث عطيه ثناد رضي الله عنها قالت امرنا، يعني ما دام تسد بصيغه المجهول، امرنا ان يثني يوم رند النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علماء الحديث ما جات الصيغه بهذا الشكل، امرنا نتوامر انسيديو سالامر غير النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق، اد نسفغ العواتق، العواتق معناه حذاين المراهقات في مشطاح ادفغنت، والحيض في العيدين يعني حتى النساء الحيض في لون اللان ذي الوقت الحيض يعني ساعة العادة الشهرية ادفغن تكمل المرة اي غير ليشهدنا الخير، الخير يعني مرد فغنتكني ذي صلاة العيد الحضرنتي الخيرني شهود الخير الملائكة حضرا السجلت فلسنت إن شاء الله الحسنات، ودعوة المسلمين الدعاء جنسلمن ذي يوم العيد، والدعاء مستجاب في العيدين بعد الصلاة ما يدعونا كني ذي الخطبتين ما كان يدعو الشيخ إلى آخره، والمسلمون يؤمنون يقولوا آمين. وتعتزل الحيض المصلى ميل ثلاث ظليث ذي المسجد الحيض وش من ترى داخل المسجد يسمعنا من أبواب المسجد إلى آخره، يسمعنا الدعاء ويحضرنا يعني الدعاء ويحضرنا هذا العيد. طيب ذاك العلماء ند من فقه الحديث الخروج سنة، الخروج نسم سنة ماهوش واجب. أما الصلاة فظليث ألا فظليث المالكية والشافعية أن سنة مؤكدة، المذهب المالكي أو كذا المذهب الشافعي أن فظليث العيدين سنة مؤكدة كما شرحناها ذي الدرس النعدة. الحنابلة نند فرض كفاية، معنى فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي عن الجميع عن الباقي، يعني وإلا قرأ ينسلمن أذ موافقا باش أذ حبسن صلاة العيدين أشي ناس قواسا بويكوت ونزلالة فصلت العيد خاطر إلا قد فان الشاعر يجي من الإسلام أدفان للعيان، أدفان من الشعائر الظاهرة، الشعائر الظاهرة فصلت العيد أمشتوح نغم قرآن تقام، لذلك كانت فرض كفاية وقال الحنابلة. أما الحنفية نند واجبة على من تجب عليه صلاة الجمعة، ويقاذي في ثوجب صليت الجمعة ثوجب في اللسن صليت العيدين. هذا يعني آراء الفقهاء المذاهب واضحة. عن ابن عمر رضي الله عنه أدوغ الأحاديث كما هي مسلسلة يعني ذي ابن حجر العسقلاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ينادي الله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبو بكر الصديق إلى عمر الخطاب خاطر يحضر كل خلافة نسم يسين يصلون العيدين قبل الخطبة،
الحديث الصحة متفق عليه في البخاري ومسلم. معناه تظل العيدين تسبق الخطبتين، وذين طبعا نظرة من باب التذكير. هذه زوير الشيخ هذه الظال قبل ركعتين العيد، أم بعد يقوم ويصلي ويخطب خطبتين. غاكي بالمناسبة وذكر ذاكي غورنا غيث مورثنا الله يبارك الخطبتين مازال ساعة تزال هكا، يعني من مي يزول الشيخ تظلي العيد أنقيم كل جامع، أليس كذلك؟ ولنتفغار ولكن لن ثمور الثياب بما فيهم مكة المكرمة للأسف الشديد، يعني يثل فوضى خاصة وقال يزول دي برا، فوضى لا مثيل لها. ذي الفوضى غاد في لي بورطابل الصوني الدحيس ذاين كان ورث الدار اش يقرا الشيخ الخطبتين وقاد يكتفى ربي سبحانه، يعني في كاسنا ربي الفرصه صلاه ديالنا زران الشيك صلاه العيد ثم شطوح صلاه العيد ثم قرات هكا. طيب الحديث يجي صحنا متفقون عليه عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. يسفغيه الإمام أبو داود في الزرام ثقيل من باب التأكيد صلاة العيدين ورسى الأذان ورسى الإقامة. الأذان أكذ الإقامة شدن الصلاة الفرض هكا فصلية الفرض، أما ذي الطهور أما ذي العصر أما ذي المغرب العشاء الفجر في كذاكي ساعة الأذان ساعة الإقامة. صلاة الجمعة ذي الفرض ساعة الأذان ساعة الإقامة، ولكن صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة. حديث واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتكبيرات ديال الركعتين، التكبير أشحال قلنا 7 في الأولى و5 في الأخرى، يعني في الثانية، والقراءة بعدهما. أتسي القراءة يعني الشيخ قبل ديغر القرآن الكريم قبل ديغر سورة الفاتحة قبل هذه بدو التكبير. في الركعة الأولى 7 ولكن يعني يوث تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، ولكن الثانية هذه تكبيرة القيام من بعد أديرنو 5 تكبيرات أخرى. الحديث الصحة يسفغيه الإمام أبو داود. بالنسبة للقراءة أشد غير الشيخ ذي ركعتين في الزورة، هناك أحاديث كثيرة اختار حديثين. الحديث مزورو يدي صوت الإمام مسلم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر، يعني أما ذي العيد ثم قرانت أما ذي العيد ثم زيانت بقاف واقتربت، يعني سورة القمر. الركعة ثم زوروث بعد الفاتحة أدي غير سورة قاف والقرآن المجيد. الركعة في السناث أدي غير سورة الفاتحة وسورة اقتربت، يعني سورة القمر. ولكن في مسند الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. وما نجمع الأحاديث هاكي أكن يخدم الشيخ يقرز يزمر ذي الركعة الأولى أدي غير سورة الفاتحة أم بعد سورة قاف، ذي الركعة الثانية دي غير سورة الفاتحة بعدين سورة القمر. أما كن يزمر أدي غير ذي الركعة الأولى سورة الفاتحة ثم سورة سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى، ذي الركعة الثانية سورة الفاتحة ثم سورة الغاشية. هذا من السنة. معناتها إذا كان الإمام قرأ بغيره هذه السور فلا حرج، ولكن ما إلا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده أجر السنة، أخذ القرآن كله جائز، أي قرآن أي سورة أتي غير الإمام لا حرج في ذلك. طيب بعضكم أحدكم يتساءل أي غرض الصورة قدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء اجتهدوا وشو دنا لأن خاطر الصورة القرآنية تشتمل على الحديث عن البعث والنشور ويوم الحساب ويوم القيامة يوم الحساب، تذكير بالجنة والنار،
يعني في صورتنا كاع غتسمكتين سيوم القيامة، غتسمكتين سيوم الحساب، غتسمكتين كذلك بالجنة والنار إلى آخره. فنشتكي هذه اجتهادات العلماء، ولكن هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتدى به فله أجر الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. عن جابر، حديث وايض عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. الحديث يستوضح الإمام البخاري يصح. ذا من تنبيهات الأئمة أشيني أديو الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيني مي يديروا هذه الظال صلاة العيد أفريد ند يبوي مرا يغال إلى قاثي خالف يسد سوفريد أذ يغال سوفريد وايض. والأفضل دياس ماشيا خاصة قاعد قربا هذا في دار ننسن باش إذا وين أجر السنة وقاعد قرب قاعد بعد لا حرج باش دياس الكارنا الطوموبيليس ناشو. فبالتالي ومن السنة أديو يوم بفريد مرا يغال أذ ظفر فريد وايض. وهذا الأمر خاص بالإمام والمأموم، ماشي ذا المأموم وحدث، أما ذا الإمام أما ذا المأموم. لأن العلماء ديال من الإمام ما يقرب يعني السكون يستقرب للجامع هذه خالف ولو كان ثبوت الجامع مثلا يكشم السيام ريفا ذي فاسيا وقع على الأقل يعني ذي خلف ثبوت هذه خلف فريد يديبوي أما ذا الإمام أما ذا المأموم. ذا كذا العلماء اجتهدن ذا شو ذنان الناند باش الشهذن شهود الخير. الملائكة سني حضران التكبير النية التهليل الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة يلها التكبير يلها التسبيح. ذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتين للرحمن ثقيلتان في الميزان. ذا شو ثنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الإنسان يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل، الملائكة حضرا تسبح معه وتحمد معه. الورثين ما يخل فافريد هذا الشهذن شهود الخير يسد سكوفري ذاكي شهذن تس الملائكة يخل فافريد ميكوغال سخاميس شهذن تس الملائكة ثياض أكثر شهود الخير. لا أحد العلماء عبد الفتاح أبو غدة إنه سعفو ربي إنه نكون في الدنيث إلى قان يختار شهود الخير. ديش هذه الدنيث نحواج واردي شهد فين لاصل الخير وما أدرك في الآخرة. وشهود الخير قيث مثلا أما من البشر من الإنس حتى من الجماد يعني سمحتي وقد فرد شهد يوم القيامة فلاس الخير طاس أسين فريد العبد العالي الفاني الإنسان المسبح إنسان يحمد يعبد ربي سبحانه إنسان شاكر لأنعم الله لا في كل الشهودة تحويجا. وكذلك حتى مواضع السجود كان أحد العلماء ثدر ثندك الشمال يروح هذه الظل ولو كان ركعتين ديال الجامع ولا ماشي وقت الصلاة يبضر ثدر ثني. وطبعا كانوا حريصين على عادة حسنة وهي استدامة الوضوء. فكذا بالمناسبة نفتح قوس سلتون ويفكر ربي الصحة غيث مثلا هو ربي يذيلي لفذس الوضوء سنة ديال الحياة وشرق مذانا دائما الوضوء دائما بالوضوء. أشحال مرة كذا استقسي في أي وقته ولو كان في الزوج الصباح الفلانية مش اللي غاس الوضوء لكن يقيس الوضوء. والقاعدة يسعان من ميس يخسر الوضوء يروح هذا يغلط ثمثم يبسي وديك السنة صغيرة كي يعني وتغفل ضرر وكذا إنه يفكي ربي الصحة يفكي ربي الصحة مادام سيغ الصحة الزمر غطفو الوضوء 10 سوايع 12 ساعة أظل سي الفجر هذا الماء العصر نورمال أظل سي طهور الماء العشاء يفكي ربي الصحة ياكي أي غرس قبل الغرا النعمة ياكي العادة ياكي الحسنة هذه دائما مسلح بسلاح الوضوء أليس كذلك؟ ثقي وقي جاوب أحد الإخوان معليش نذكر هذه الأمور ما نذكروش غير الصحابة ولا التابعين تابعين حتى الأمور يلهان لأن في زماننا غادي تنفذر هكا جماعة الخير. طيب سيدي حاجة نظن وأيضا نظن إن يمكن قاذغ لو كان أدي يسمالك الموت أدي يفهم بلا الوضوء ولكن حكمة إن غير ما أدي يسمالك الموت أدي يفهم الوضوء ذيني قرزنا طاس
هذا اغتنم الفرصه يجي الواقع يجي حكي باش يديني غيث مثلا اول ما يفكر ربي ثزمرث يفكيس ربي الصحه فليحافظ على صلاه على الوضوء المستديم لفذا اذيلي سلوض وثاقي ذا في غاديني العالماكي ثدر ثندا يروح نثمن ثندا يروح هذه صدي الجمعني اي غير انك زريغ موضع السجود سيشهد لي يوم القيامه امكانني ذندا تسجد ادي يشهد في الله اذا فايدك يوم القيامه انك فاردت ان اكثر شهود الخير افغيغ اذكر إنا جان الخير أليس كذلك؟ ما شاهدت في الله الله يبارك 500,000 مكان ذا السلط آخر ما إلا مليون آخر لذلك يثمثنا قان فرس العبادة يثمث نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا العبادات خطر يثمثن وكذين قرز نطاس يضريس سيدي وليناك تظريت العيشة الزايد في اللي سؤال إلا صارح إنك والله الزايد في اللي ناس كسفقع غارسي من الحديث باللي في المنافقين الزايد يمكن غاسيد الحقيقة ولكن غاسيد بطريقة ذكية ناس غير كسخلع يعني الحديث هاكي ولكن مش دين النظام باللي تظليث يفرض ربي سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب الموقوتة وذي رمضان هاكي يسقسي ديون إن يدن كيني تظليث العشاء الكثرة بوسالة تتزلغ مع سحور مشاهو أي غرا الفلاني إنك شاشير إنك مفطرغ إنك تدبلغ شوية على الدوز أسيدي مبابا سير نوامان ولا إنك غادي في الشلاغ سلتو ما يدفعك شوية مسلسل نغسين إذغا أسدياسي ونقيض سكيني زرياد كرار السحور غاد زلغ سحور جماعة الخير هذا الأمر موش طيب العبادة اللي مثل بإذن الله تعالى سلف النايس فلا عزيز فلانا فنينث بإذن الله تعالى الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال الوقت نصلي ثني أكن تفغد تعيض يكون عندك القدر من الحيوية والنشاط باش أسوأ تصلي ثني نسأل الله أن يرزقنا لذة العبادة لذة العبادة خاطر قيث مثلا حقيقة ذي نار نسير مثغزي العمر خاطر يغر اتصل السراري قلان دي العبادة بالك يونا بعد 20 سنة باش تنظر من العبادة بالك بعد 30 سنة بعد 40 سنة ودي هذا ربي تخلقي في وقاذني بظن 50 60 مازال ورجع في نرى والذي يثنى ركع نسأل الله الهداية. طيب يا سيدي أثناء هضرت الشهود الخير حديث واعظ عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لقي يعني مديوسا في الهجرة يسد سمكة المدينة إناد ولهم يومان سنوسان يلعبون فيهما ألعفن ذكسن ذا شو ثم سنوسانك سؤال للإخوة أشو ثنوسان يستحتفل أهل المدينة ذي العيد غرسا فرحا ذكسان احتفلان تشنسوان طيبات دفرنسي فردان الزهون وكذا إلى آخره ذا شو ثنسين سنك السؤال للإخوة من يجيب إلا ينواس أمشي سقارا المهركان مهركان يقيس الفارسية وغنسمنا سوا عرفا سمنا المهرجان الساقي ذا شوذ هو يوم تحول الشمس إلى برج الميزان وقي يوم فارسي عيد نتاع فارس ماشي العيد بارافن ذي الجاهلية ماشي ذي العيد كنسلم هكا إلا وايض قرن سنة يروز وقي يوم جديد ذا غلا يروز اللغة الفارسية المعني ساجا جديد اختارني يونواس قرن ساقي ذا جديد عبدنا سني ربي سبحانه طريقة نسمى ماشي ربي نعبدن كلنا يعبدن
ويعبد تيمس ويعبد. المهم ذي الأيام يومان فارسيان عيدان فارسيان قديمان، ثبت أنه في ذلك اليومين أدفغن أذفرحا إلى آخره. وذعون يعني الآلهة نسن منها عباد القمر عباد الشمس، خاطر الفارسيون ماشي كان يون الآلهة يسعى الآلهة. على بالكم يون ميك في غافريد وريعبد ربي سبحانه يعبد طاس ماشي يون يعبد. أكيد قرن علماء العقيدة إنك يون ما لا يعبد ربي، خلاص عقيدة التوحيد يون قلان لا شريك له. ولكن ما إلى انحرف ذي العقيدة ينس أغي يعبد أتفضل الفارسيون عبدنا تصل الآلهة، الرومان عبدنا تصل الآلهة، الهندوس عبدنا تصل الآلهة. كذلك ثبت في الحضارات القديمة أنه عندهم بزاف الآلهة. العرب الجاهلية كذلك اسعان اللات العزى قبال هبال ماشي ذيون الإله. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم شو سنينا أهل المدينة إناس قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. ربي في كيوند السن العيوذة وياض أخير بقذاكي يسي تعقذم يوم الأضحى ويوم الفطر. الحديث يصحى يصوهد الإمام أبو داود والإمام النسائي صافي يكساسا السن العيوذة النين النيروس أكذ المهركان بالفارسيين المهرجان اسمه باللغة العربية يفدلس عند ربي سبحانه العيد ثم قرنت أكذ العيد ثم شطوحث. طيب ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ عدة فوائد باش نفهم نكوني إنسلمن نسعى سين العيوذات الأعياد الشرعية. ومن هنا لا تجوز باقي البدع يخدمن ينسلمني للأسف. أتفض ميم اسميس عيد النساء الميلادية عيد المسيح إلى آخره الأعياد النظام التي هي باطلة. أعياد النصارى هكذا قالوا علماء استشهدوا بهذا الحديث لا يجوز باش نحتفل بأعياد اليهود ونحتفل الأعياد اليهود نغسل عيوذات النصارى وريجوز نحتفل السيسن وريجوز نحضر يدسن وريجوز سيني صها عيدك وريجوز فقي يعني كرسالة باش أسيد نصوت مثلا ذو السليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.